كنت نزلت قبل كده فيديوهين عن اخطاء بتعملهم في الكمبيوتر وبيدمروا لك الجهاز، وتقريبا جمعت يعني اكتر اخطاء شائعة الناس كلها بتقع فيها. طب حبايبنا بقى اللي ماسكين الموبايل 24 ساعة، هل في اخطاء بيعملوها؟ في برضو 10 اخطاء هنتكلم عنهم للموبايل، ولو بتعملهم اتأكد ان انت يعني بتقلل العمر الافتراضي للموبايل وبتأذي البطارية وبتأذي الشاشة وقصص كتير قوي هنتكلم فيها. عايز اقول لك ان اخر خطأ هنقوله في الفيديو ده هو يعني من اكبر المصايب اللي انت ممكن تعملها، وحرفيا انت ممكن تأذي نفسك وتأذي التليفون بتاعك، لان فعلا دي الكارثه اللي كلنا بنعملها واحنا مش واخدين بالنا. فتعالى بقى نشوف الموضوع بتاعنا، وممكن لو النقط كانت طويله شويه يعني ممكن الفيديو ده اتكلم عن 5 نقط والفيديو اللي جاي اتكلم عن 5 نقط تانيين عشان ما اطولش عليكم، لان انا عارف معظم الناس دلوقتي مبقتش تحب المحتوى الطويل. فخلينا نشوف الموضوع ده. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. اول حاجه انت بتعملها كده، واللي هي دايما بتكون بدافع ان انت عايز برامج مدفوعه بشكل مجاني. هو اولا انا مش هتكلم عن حته الحرمانيه والكلام ده كله، لان دي تساوي الكراكات في الكمبيوتر. بس خلينا نفترض ان تمام، احنا مش هنتكلم في حته حرام وحلال، احنا هنتكلم في ان انت دلوقتي عايز تنزل تطبيق هو اساسا مدفوع، انت عايز تنزله ببلاش. لما انت بتروح كده وتحمل برنامج اي بي كي من اي موقع، غالبا البرنامج اللي انت حملته ده هو هيكون فيه حاجه مش تمام، لان محدش هيديك حاجه هي مدفوعه اصلا ببلاش الا وهو زارع لك فيها حاجه. فهتكتشف بعد ما بتحمل بعض البرامج اللي انت جايبها من مواقع تانية، تلاقي النت معاك بيخلص بسرعة، تلاقي الجهاز بقى تقيل، تلاقي الجهاز بيفتح ويقفل مع نفسه، تلاقي حاجات كتير بتحصل في الجهاز بتاعك. طبعا انا مش هقدر احصر كل المشاكل اللي ممكن تقابلها، ولكن هتلاقي ان الجهاز ما بقاش طبيعي، في استهلاك عالي للنت، ودي اكتر حاجة انت هتلاحظها، لان معظم البرامج اللي زي دي هي بقى فكرتها ان هو بيرفع الملفات بتاعتك وهو بيتجسس عليك. يعني ببساطة البرنامج ده بيكون جواه امر ان هو يرفع الملفات بتاعتك على سيرفر هو عامله، او سيرفر يعني اللي عامل البرنامج هو بيكون مخصصه بحيث يترفع عليه الملفات دي، وممكن بعد كده يساومك بيها بقى، يبيعها، ايا كان. وممكن كمان يستخدم الجهاز بتاعك في التعدين، فتلاقي الجهاز تقل معاك وسخن وبقى بيعمل حاجات غريبة انت مش متعود عليها، تلاقي الجهاز اداؤه اقل. فخلي بالك من النقطة دي، ما تحملش برامج اي بي كي من بره، خصوصا المدفوعه وبتبقى معروضه مجانيه، لان دي يعني بيبقى حصل على البرنامج نفسه تعديل بحيث ان انت تعرف تنزله ببلاش، بنسبه اقل شويه في المخاطر لو بتنزل برامج عاديه يعني فيسبوك واتساب والكلام العادي ده. بمناسبه واتساب، ما تنزلش واتساب ذهبي وواتساب ابو عمر والكلام ده، كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، سيب لك اللينك بتاعه في الاي اللي فوق. ولكن البرامج اللي هي اساسا كده كده متاحه، يعني نسبة الخطر فيها بتكون أقل شوية من البرامج اللي هي مدفوعة وانت بتنزلها من بره. فخلي بالك من النقطة دي، وتعود دايما ان انت تحمل البرامج من الستور بتاعك. تاني خطأ انت بتعمله وانت مش واخد بالك برضو، هو ان انت بتسيب برامج كتير شغالة في الخلفية. وخلي بالك هو ممكن يبقى خطأ ومش خطأ في نفس الوقت. تعالى نفصص الموضوع ده. عارف انت لما تفتح برنامج وتسيبه شغال في الخلفية، يعني تسيبه في الريسنت ابس عادي شغال، وبعد كده تقوم جاي فاتح برنامج تاني وتسيبه، فاتح برنامج تالت، تيجي في الاخر تشوف الريسنت ابس عندك تلاقيها مليانه، تلاقي الصفحه مثلا فيها 10 برامج ولا 20 برنامج مفتوحين في الخلفيه. عارف لما بتسحب كده وتشوف البرامج اللي شغاله تلاقي في برامج كتير مفتوحه. طيب النقطه دي صح وغلط. غلط لو انت سايب برامج انت مش بتستخدمها بكتره، يعني برامج انت مثلا هو برنامج انت بتفتحه مره في الاسبوع ولا حاجه، او برنامج مش مهم بالنسبه لك ان هو يعني، ولنفرض مثلا برنامج حسابك في البنك مثلا، انت مش هتقعد كل دقيقه تدخل تشوف حسابك في البنك، ولكن انت بتشيك عليه مره في اليوم ولا مره كل اسبوع ولا حاجه وخلاص، فمفيش داعي ان انت تسيبه في الخلفيه. طب هنيجي على برنامج مثلا زي الواتساب، انت واحد قاعد بيستخدم الواتساب طول اليوم، ده انت ممكن تسيبه في الخلفيه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان انت تقفله وبعدين ترجع تفتحه تاني بعدها، ده بيستهلك اكتر من موارد الجهاز وبيستهلك من البطاريه، لان البرنامج انت قفلته خالص بعدين اديت امر انه يفتح فبيقوم تاني، على عكس ما لو هو اصلا شغال ومحطوط كده كده في الخلفيه. فالبرامج اللي انت بتستخدمها كتير خليها مفتوحه عادي، البرامج اللي انت بتستخدمها نادرا او بتستخدمها مره ولا مرتين في اليوم مفيش داعي ان انت تسيبها مفتوحه، لان الحاجات دي بتتقل الجهاز وبتملى الرام وبتسحب من البطاريه. فخلي بالك من النقطه دي. الخطأ الثالث واللي انا بستغربه بصراحه، وبستغرب الناس اللي بتكتب الكلام ده على الجروبات، يعني ساعات كده بقلب في الفيس ولا
في الجروبات بتاعت التك عموما يعني، الاقي واحد كاتب مثلا يا جماعه ابل نزلت تحديث مش عارف ايه، احدث ولا لا؟ يعني ايه احدث ولا لا؟ انت لازم تحدث. فكره ان انت ما تتابعش التحديثات بتاعتك او ان انت ما تحدثش اول باول، دي مصيبه كبيره انت مش واخد بالك منها. مفيش حاجه اسمها تحديث بيبوظ بطاريه، تحديث بيتقل جهاز، الكلام ده كان بيحصل زمان وخلاص يعني اترفع على الشركات قواضي وخصوصا ابل، ويعني الموضوع ده ما بقاش بيحصل دلوقتي. فيعني مش من المنطقي ان شركه اللي عامله التليفون اللي في ايدك تكون نزلت ابديت وانت بتسال يا جماعه حدثوا ولا لا. انت كده كده هتحدثه، واكيد الشركه لو الابديت ده ملوش لازمه ما كانتش عملته، فطبيعي ان انت تحافظ على التحديثات بتاعتك. ده بالعكس، في تحديثات بتكون امان ليك، ومعظم التحديثات 99% منها بتكون امان ليك. يعني مش بالضروره التحديث يضيف لك حاجه جديده، ولكن هو بيسد ثغره اكتشفوها في النظام بتاعك، فده لامانك. تعود دايما ان انت تحافظ على تحديث الموبايل بتاعك، وبلاش تسال السؤال بتاع احدث ولا لا، كده كده حدث. الخطأ اللي بعد كده، وده خطأ يعني كلنا برضو بنقع فيه، بس ده يعني كلنا بمعنى كلمة كلنا، مفيش حد ما بيعملش المصيبة دي، وهي ان انت تسيب الموبايل بتاعك مساحته تتملى. هتقولي طب ايه المشكلة؟ هقولك ما هو ده للأسف جهل تقني. الناس بتبقى فاكرة ان المساحة دي معمولة عشان تتملى. لا، هو انت الموبايل بيبقى الميموري بتاعته هي بالظبط نفس فكره الاس اس دي بتاعت الكمبيوتر كده. الاس اس دي او الذواكر اللي من النوع ده هي عمرها الافتراضي بيقل لما بتتملى على الاخر. فعود نفسك دايما تسيب حوالي 10% كده مساحه فاضيه. ما تخليش التليفون يشتكي، ما تخليش التليفون يقول لك فضي مني شويه. تعملش كده لان ده بيقلل من العمر الافتراضي للمساحه الداخليه بتاعت الجهاز، وانت عارف طبعا ان المساحه الداخليه تكون ملحومه على البورده. فانت لو متعود بتعمل كده وبافتراض ان المساحه الداخليه بتاعتك اتحرقت، فتغييرها بيكون صعب شويه، وممكن تلاقي التليفون كله اصلا يعني عليه السلام. فما تحاولش ان انت تملى التليفون على الاخر، ودايما سيب فيه مساحه فاضيه. وتسيب فيه مساحه فاضيه بعيدا عن حتى العمر الافتراضي للميموري، فده عشان انت تعرف تستخدم التليفون. لان المساحه لما بتتملى بتلاقي التليفون بدا يتقل. هو ما بيتقلش لان الملفات كتير، لا، هو بيتقل لان النوع ده من الميموريات او الذواكر لما بيتملى سرعته بتقل. فاللي بيحصل ايه؟ ان الجهاز نفسه السيستم بتاعه هو محطوط على الذاكره دي، فاللي بيحصل ان الميموري نفسها لما سرعتها تقل يبتدي السيستم نفسه يتقل، يبتدي السوفت وير بتاعك يبقى اللي هو مش قادر يتحرك، لان سرعه نقل البيانات ما بين الميموري وما بين الرام عشان توديها بعد كده للبروسيسور تتعالج، العمليه دي بقت ابطأ بسبب يعني في نقطة ضعف بقت موجودة، اللي هي نقطة الذاكرة بتاعتك. فإن أنت تقلل سرعة الذاكرة بتاعتك بسبب إن أنت ماليها بملفات كتير، ده بيقلل من تجربة استخدامك وبيقلل من قدرات التليفون نفسه. فخلي بالك من النقطة دي. وعايز أقول لك كمان إن فكرة إن أنت ما عندكش مساحة لدرجة إنك مش عارف تحدث التليفون بتاعك، فدي مشكلة ترجعك للنقطة اللي فاتت، وهي إن أنت مش هتعرف تحافظ على التحديثات بتاعتك، وبالتالي ممكن يبقى في ثغرات أمنية موجودة في السيستم بتاعك وأنت مش واخد بالك، لان انت مش عارف تحدث اصلا. يعني هنا بقى انت تخطيت الشخص اللي بيسأل احدث ولا لا، هو انت مش بمزاجك، انت مش قادر تحدث. فنصيحة مني، سيب 10% دايما فاضيين من مساحة التليفون، ايا كان نوع تليفونك وايا كانت مساحته. ما تقوليش بقى ده مساحته صغيرة، ده مش عارف ايه، حلها بكارتة ميموري. لو انت واحد معاك ايفون فتصرف بقى، وصله بالكمبيوتر وفضي من عليه شوية، ولكن ما تسيبش المساحة بتاعتك تتملى، وسيب على الاقل 10% من الجهاز بتاعك. وصلنا دلوقتي للخطأ الأخير، واللي هو يعني كارثة كبيرة، وهو إن أنت بتستخدم التليفون بتاعك وهو في الشاحن. ده يا سيدي بيعمل مصايب كتير، وخليني أعدهم لك. أول حاجة إن أنت بتقلل من العمر الافتراضي للجهاز، وخاصة البطارية. طب ده ليه؟ البطارية مصممة إن هي اللي بتدي الموبايل بتاعك الكهرباء، فلما الموبايل يبدأ يسحب منها كهرباء بسبب استخدامك بقى والبروسيسور والمكونات اللي جوه التليفون، ده بيعلي درجة حرارتها شوية. تيجي أنت بقى تشحنها، الشحن بيعلي درجة الحرارة يعني أكتر بكتير من فكرة الاستخدام. فتخيل أنت بتعمل الاتنين مع بعض، والعدو الأول لأي بطارية في الدنيا هي الحرارة. الحرارة دي كفيلة إن هي تدمر أحسن بطارية موجودة. فما تشحنش الموبايل وأنت بتستخدمه، لأن اللي هيحصل إن درجة حرارتها هتعلى بسبب الشحن،
وفي نفس الوقت هي بتعلى بسبب استخدامك. هتقولي طيب انا مزنوق وعايز استخدم التليفون، هقولك ما تستخدمش الشاحن السريع، استخدم شاحن بطيء، ابطأ شاحن عندك اشحن بيه موبايلك وانت بتستخدمه. ده ليه؟ عشان نسيطر على درجة الحرارة شوية. ادي اول كارثة انت بتعملها لما بتستخدم الموبايل وهو بيشحن. الحرارة مش بتأثر على البطارية بس، ولكن بتأثر على مكونات الجهاز نفسه. وتاني حاجة بتتأثر بالحرارة وهي الشاشة. عارف انت ساعات كده تلاقي فيه لو انت الشاشه بتاعتك اموليد تلاقي فيه البرن ان او اللي هي الحرق اللي بيحصل في الشاشه، وده انا هعمل له فيديو مخصوص هقول لك اسبابه وازاي تعالجه والقصه دي كلها. ولكن الحرق اللي بيحصل في الشاشه ده بيحصل بسبب ان انت بتستخدم التليفون لفترات طويله على شاشه معينه وفي نفس الوقت حرارته عاليه، فده بيبوظ الشاشه. فدرجة الحرارة بتأذي البطارية وبتأذي الشاشة وبتأذي البوردة كلها. تالت مصيبة بتحصل بسبب النقطة دي وهي ان الموبايل نفسه ممكن يفرقع فيك. ده بجد مش هزار. يعني وانت بتستخدم التليفون درجة الحرارة دي بيكون لها ليميت. في الكمبيوتر بيحصل حاجة اسمها ثروتل. الثروتل دي اللي هو ان البروسيسور لما بيحس ان درجة الحرارة مش قادر انه يسيطر عليها فبيبتدي يلجم التردد شوية او بيبتدي يقلل سرعته شوية، يعمل اندر فولت كده خفيف. الموبايل بتاعك بيعمل نفس الفكرة، ولكن هو بيقدر يسيطر على البروسيسور وبيسيطر برضه على سرعات الشحن، ولكن دي حاجة مش موجودة في كل الموبايلات. فانا دلوقتي لو بستخدم الموبايل وهو بيشحن، صحيح البروسيسور هيقدر انه يسيطر على التردد بتاعه ويقدر ان هو يسيطر على استخدامك، فتلاقي الجهاز تقل منك ويعني تجربته بقت سيئة، بس مش هيقدر يسيطر على البطارية بشكل 100%. يعني هو مش هيقدر يتحكم في درجة حرارة البطارية بشكل تام. هو ممكن يتحكم في شوية ان هو مثلا يبطئ سرعة الشحن شوية، ولكن ستيل في كهرباء داخلة للبطارية، لازال في كهرباء بتشحن البطارية واللي هي بتعلي حرارتها. فتخيل القصة دي، التليفون بتاعك لو وصل لمرحلة الحرارة الخطر اللي هي بعدها هيفرقع، هو مش قادر يسيطر عليها، هو مش قادر ان هو يقول لك لا كفاية. الكلام ده صحيح بيحصل في الايفون واللي الناس ساعات بتقعد تتريق عليها، ولكن هي ميزة كويسة جدا. ففكرة ان التليفون بتاعك ما يبقاش قادر يسيطر على الحرارة وانت بتستخدمه طبعا ما انتش واخد بالك، ده ممكن يخلي الجهاز ينفجر في ايدك، وده بجد مش هزار. خلي بالك من النقطة دي، ودي اخطر نقطة فيهم. اتمنى يكون الفيديو فادك، واتمنى تكون تعملش الحاجات دي. وفي خطأ مهم انت بتعمله على طول، وهو ان انت مش مشترك في القناة ولا دايس زرار اللايك، فاعمل الحاجات دي. ولو عندك اي سؤال اي مشكلة سيبها لي في الكومنتات وهعمل لك بيها فيديو. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.